عامة هي السيرياليزيشن دي بتبقى فورمات بتستخدمها، طبعا بتختلف من لغة لتانية. بيستخدموها عشان يعملوا زي ما تقول كده ايه، ينقلوا داتا من مكان لتاني. طبعا بتكون موجودة معظم الوقت في السي تي افس، منتشرة جدا في السي تي افات. هي فورمات. طبعا هنتكلم عن اشكال السيرياليزيشن عاملة ازاي في لغتين دوت نت والبي اتش بي. بس عامة هي زي ما قلنا هي فورمات بينقلوا بيها الداتا بتاعت اوبجكتس او اريز او ايا يكن. هو طبعا بيتعامل مع اكتر من تايب، برضه هنتكلم عنها الحتة دي. وشكل الشكل بيبقى ثابت من مكان. يعني مثلا لو استخدمت بي اتش بي، الشكل او الفورمات بتاعتها بيبقى ثابت في يعني within البي اتش بي برضه. ايا يكن بقى التايب اللي هتحطه ايه، اذا كان اوبجكت او اري او string او انتجر، هو الشكل بيبقى ثابت. في الدوت نت مختلف شويه، دي شكل مختلف على حسب انت هتستخدم ايه، اذا كان اكس ام ال او جيسون. هنبص على الموضوع ده بسرعه. بس عامه كمفهوم السيرياليزيشن هي طريقه عشان يترانسليتوا او يستوروا الداتا، ويبداوا يشتغل عليها، ويبدا يشتغل عليها الابلكيشن على اساسها يعني. تمام. بص سريعه، عندنا طبعا بتكون موجوده السيرياليزيشن دي موجوده في كذا لغه طبعا، بس هنحاول المشهورين بالنسبه لنا هي البي اتش بي والجافا والدوت نت. وطبعا بما ان في حاجه الديفلوبرز بيعملها او الناس بتعملها، ففي نسبه خطا كبيره جدا بتؤدي انك تقدر تعمل حاجه اسمها insecure deserialization. الداتا اللي بتعمل لها serialization دي عشان الابلكيشن يفهمها بيعمل لها حاجه اسمها deserialization. عامله زي ايه بالظبط؟ زي الانكودنج، انك بتحول فاليو معينه تخليها انكودد. لو عايز تقرا الفاليو دي تاني وتشوفها بطريقه صح، حاجه ريدابل بالنسبه لك عشان تفهمها انت كبني ادم، بتعمل لها حاجه اسمها decoding، فبترجع لشكلها الاصلي. نفس الفكره في البروجرامينج لانجويج، لما بيعملوا سيرياليزيشن لحاجه معينه هو بيحولها لفورمات مختلفه. لما بيجي عايز يقراها تاني بيقراها بحاجه اسمها الديسيرياليزيشن، بيرجعها لشكلها الاصلي، فيبدا يفهم اللي هو كان كاتبه فيها ايه او المبعوث له ده عباره عن ايه. تمام. هنتكلم ان شاء الله عن البي اتش بي وعن الدوت نت في شكل الاكس ام ال، لان الاشكال التانية تمام هتنطبق عليها نفس الفكره. بس حته الجافا بتبقى الشكل فيها unreadable، يعني بيكون كده دواير وحروف وحاجات مش هتفهمها، من حاجات ما تعرفش تقراها، لازم تديها التول عشان تترجمها لك. نفس الفكره في الباينري بتاع الدوت نت. تمام. عايزين نشوف حته الكود هنا ثانيه بس كده. تمام. انا هحاول ابص على بصه سريعه كده عن السيرياليزيشن في البي اتش بي. يعني بص الاول، بص على الكود ده بيعمل ايه. طبعا هو بسيط جدا جدا جدا. هو عمل كلاس، سمى الكلاس ده يوزر. تمام. جوه الكلاس ده عرف اتنين فاريبلز، واحد سماه يوزر نيم، واحد سماه الرول. هو مجرد انت بتعرف الفاليوز جوه الكلاسز، مش تديها فاليوز، اسف، بتعرف الفاريبلز من غير ما تديها فاليو. ليه بقى؟ عشان لما يجي حد او اوبجكت او مكان تاني عايز يستخدم نفس الكلاس، هو بيحط لها الفاليو اللي هو عايزها. نفس اللي حصل هنا معانا. عملنا فاريبل احنا، الفاريبل ده عمل كلاس او عمل اوبجكت او خد، يعني مثلا نقول كده ايه، خد نفحه كده من الكلاس، عرف نفسه على انه الكلاس ده. تمام. بكل حاجه بقى جوه الكلاس دي بتبقى موجوده في الاوبجكت ده. تمام. فببدا اديله ايه، اقول له والله انا الاوبجكت اللي من اليوزر ده عايز اخلي اليوزر نيم اللي عندك اللي هو هنا عايز اخليه بتست، وعايز اخلي الرول دي بكلمه يوزر. تمام. ده اوبجكت بسيط جدا. طب لو انا عايز اطلع السيرياليزيشن بتاع الاوبجكت ده هيبقى شكله عامل ازاي؟ هيبقى شكله كالاتي تحت كده. نبدا بقى نتكلم عن الشكل ده عامه. هنحاول ننقله سريعا كده عشان نقسمه ونشوف. بقول لك بلاش ننقله، نحاول نقسم الدنيا على طول. طيب عندك حروف كده هتعامل معاها يعني. الاس، الاي، البي، الاي. تمام. دول اشهر حاجه هتعامل بيها يعني. تمام. الاو بتبقى اختصار لكلمه اوبجكت. تمام. بياخد اول حرف من كل كلمه. اس string، اي integer، والبي بولين، والاي array. تمام. دي طريقة تعريف التايب بتاع الحاجة اللي جاية دي في السيرياليزيشن بتاع البي اتش بي. تمام. طب شكلها بقى كسنتكس بيبقى عامل ازاي؟ اول حاجة بديها نوع الشيء اللي انا هعمله ده. فانا قلت له هنا والله ده اوبجكت، اللي انا هعمله ده اوبجكت، عشان كده اديته كتبت له حرف الاو. تمام. بتعمل نقطتين، ماشي، وبتكتب هنا رقم. الرقم ده بيقول ان ده اللينث
بتاع الاوبجكت. بتاع ايه في الاوبجكت بالظبط؟ بتاع اسم الاوبجكت. يعني لو عملت اوبجكت سميته فليكس فكده اللينث بتاعه 4. تمام. طب لو انا مثلا رحت عامل كده هو يوزر، فتحت يوزرز مثلا ورحت مخلي اللينث 4 برضو، ده هيعمل ايه؟ طبعا هيعمل ايرور، لان هو لما يجي يبص على الفاليو هيبص على اول 4 بس، فانت كده اديته 5، فهو هنا في عنده مشكله في الفهم بتاعت اليوزر دي. تمام. فاحنا هنا الرقم ثانيه كده. تمام. فزي ما قلنا هنا انت بتكتب الاول التايب، وبعد كده اللينث بتاع الاسم بتاع الحاجه دي، وبعد كده بتكتب الحاجه نفسها. تمام. طب لو انا عايز اعمل سترينج، عايز اكتب سترينج مثلا كلمه فليكس، هكتبها ازاي؟ هعمل اس، هعرفه ان ده سترينج، وهعمل نقطتين وهقول له كلمه فليكس دي مثلا كام حرف؟ 4، فهعمل 4 واعمل نقطتين واعمل الدبل كوتس دي واكتب جواها كلمه فليكس، ودول 4 حروف. تمام. انا كده فهمته ان ده سترينج، واللينث بتاعه 4، والاسم بتاعه فليكس. تمام. دي ده اول جزء بتعرف فيه. طب ماشي، الاوبجكت بتاعنا ده بياخد منا ايه؟ مش بياخد مننا داتا. طب انا عايز اعرفه هياخد مني داتا قد ايه. يعني مثلا هو في الكيس بتاعتنا دي هو خد مني كام داتا؟ خد مني 2، اليوزر نيم والرول. تمام. خد مني حاجتين، فانا عايز اعرفه ان انا هدخله بقى داتا عددها 2. يعني انا يعني هبعت لك 2 تايب اوف داتا. تمام. ببدا اكتب عدد الداتا دي هنا بعد النقطتين، طبعا بفصل بكل حاجه وحاجه بعلامه النقطتين دي. تمام. وبكتب نقطتين تانيين، وجوه الكيرلي براكتس بقى ده شبه البايثون شويه، ببدا اكتب الداتا دي اللي هي دي اللي انا عايز اعرفها. طب دلوقتي يا احمد خليك معايا بقى كده دقيقه عشان عايزك تساعدني في الحته دي. دلوقتي انا عندي سترينج هنا اهو اسم يوزر نيم، ماشي، عايز اضيفه بقى، ده هنكتبها هنا، ده اول واحده. بس بفصل بين واحده وواحده عن طريق الايه اللي هي السيمي كولوم. لازم افصل يعني بين كل اسم واسم بالسيمي كولوم دي. كده عرفناه هنا ان في فالي، ان في حاجه او في شيء اسمه يوزر نيم. تمام. في هنا فاريبل بالنسبه له، ده فاريبل بالنسبه للاوبجكت. عايز بقى اديله الفاليو بتاعته، فاحنا قلنا زي ما نفس الفكره بالظبط هتبقى اس الفاليو. احنا قلنا هنكتبها مثلا تيست دي 4 حروف، فهتبقى كده مثلا، ونقفل اللاين دي. نفس الفكره مع الرول، هتكتب الاول الرول نفس الفكره، وان هي 4 اللينث بتاعها 4، وهتكتب الفاليو بتاعتها يوزر. تمام. طبعا انت في العادي ما بتكتبش الكلام ده بايدك. تمام. بس انا حبيت افهمك يعني تقسيمها بيمشي ازاي. نفس الكونسبت هيمشي مع الاري. يعني انت لو بصيت بقى، انت بما انك فهمت خلاص التقسيمه ماشيه ازاي، لو بصيت على اي سيرياليزيشن معمول لاري هتفهم الفكره بتاعتها. مثلا الاري يقول لك والله مش عارف اسمها كذا وفيها فاليوز كذا، لو شفتها هتفهمها من غير اي حاجه. طب ليه انا بعمل حاجه زي دي؟ الكلام ده ممكن يفيدك في السي تي افس. انك مثلا لو فهمت الحاجه دي بتعمل ايه هتبدا تتعامل معاها. يعني مثلا في مشهوره قوي في السي تي افس ان تلاقيه مثلا عامل لك ايه حاجه شبه كده، ومديله بقى ايه، مش بيديله سترينج يس اور نو، لا بيديله بولين كده زيرو مثلا. ده قابلتني كتير مثلا في كذا سي تي اف 3 4 5 6 7. تمام. ده مثلا يكون شكلها حاجه شبه كده مثلا. فاهمين الفكره؟ فانت طبعا من فهمك للقرايه بتاعت الحاجه دي انت فهمت ان ده اوبجكت، وان ده فاريبل جوه الاوبجكت بياخد بولين يا ترو يا فولس. تمام. وبيبدا عليه يعمل اكشن. فانا من فهمي ليه ان مثلا ده بيقول لي ان انا ادمن وعاملها لي زيرو، معنى ان هي عاملها لي زيرو ان هي فولس، فانا رحت مثلا عاملها 1 ورحت عامل لها انكودنج وبعتها للموقع تاني، فالموقع هيعمل لها ديسيراليزيشن ويتعامل معاها على انها ايه 1، فيبدا ترو. طبعا هي 1 هي بتيكوال ترو، فيبدا يتعامل معايا على ان انا ادمن ويخليني اكسس الحاجات بتاعت الادمن والكلام ده. نفس الفكره مع الرول، ممكن تلاقيها باسم الرول، ممكن مثلا تحتاج تكتب كلمه ادمن او ادمنستريشن. تمام. ده شكل عامه بتاع البي اتش بي. بس احنا زي ما قلنا في العادي احنا مش بنكتب الكلام ده بايدينا. انت لما يكون عايز تعمل سيرياليزيشن لاوبجكت، يعني تعمل سيرياليزيشن لاوبجكت عشان تعمل اتاك، بتكتب الكلاس بتاع الاتاك بتاعه، وده هنعمله دلوقتي واحنا بنكسبلويت اللاب، وبتخليه برنت السيرياليزيشن ليك عادي خالص، وبتاخده كوبي وتحطه في الموقع بتاعك في المكان الفولنربل يعني. تمام. دي حاجه بسيطه جدا كده عن حته السيرياليزيشن. تمام. بس نكون فاهمين حاجه في حته السيرياليزيشن عامه في اي لغه. الناس دايما بتربط او انسكيور دي سيرياليزيشن بتربطها دايما بالار سي اي، او ان انا اكسكيوت كوماندز على السيرفر. طبعا ده مش صح. طب ليه بقى؟ لان انت هنا الليفل اللي تقدر تعمله او الامباكت اللي تقدر تعمله
بيتغير على حسب الكلاسز اللي موجوده في الموقع. يعني على حسب الموقع ده بيعمل ايه بالكلاسز اللي عنده، لان انت ستيرلايزيشن او الانسكيور ديسيراليزيشن بتخليك تاكسس الكلاسز. اي كلاس في الموقع زي ده كده تقدر انت تاكسسه وتتعامل معاه ايا يكن هو بيعمل ايه. فاهم قصدي ايه الفكره دي؟ فافرض مثلا الموقع ما عندوش ولا كلاس بيكسكيوت على السيرفر، فانت عمرك ما هتعرف تجيب ار سي اي. فاهم الفكره؟ ممكن تعمل دمج بطريقه تانية، بس دي بس الفكره عايزك توصلها. احنا هنا مثلا طبعا احنا ما فيش هنا ضرر نقدر نعمله غير ان احنا مثلا نعلي البريفليج. لو مثلا هو بيتشيك على الرول دي، هل هو ادمن ولا هو يوزر ولا هو مش عارف مودريتور، فساعتها لو انا غيرت الرول بتاعتي هو هيتعامل معايا على حسب الرول دي. فانا هنا الحاجه اللي اقدر اعملها هي ايه؟ ان انا آه، اغير يعني اغير الرولز بتاعتي. تمام. طبعا لو هي طبعا الاوبجكت ده معمول على الكلاس اللي اسمه يوزر، صح؟ هل انا ما اقدرش اكسس حاجه غير الكلاس ده؟ لا طبعا اقدر اكسس اي كلاس تاني زي ما قلنا بالشكل ده. نمسحها تاني، نغير بس الكلاس اسم، بديله طبعا اسم الكلاس اللي انا عايز اكسسه، وبعديله الداتا اللي انا عايزها بالطريقه اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه. فاهمين الفكره دي؟ نفس الفكره، بس عايزين بس نحطها نقطه في دماغنا، الموضوع ده بيفرق جدا. طب هتقولي طب انا هعرف الكود منين والكلام ده؟ بيبقى بقى على حسب. يعني بج زي دي اعلى امباكت فيها ممكن يتجاب في الابلكيشنز اللي هي بتبقى اوبن سورس، الحاجات اللي تقدر تنزل السورس بتاعها وتقراه وتشوفه، حاجه شبه الوورد بريس كده، تقدر تنزل الكود بتاعها وتقراه وتتعامل معاه وتشوف بيشتغل ازاي. حتى لو لقيت بج زي الديسيراليزيشن، انسكيور ديسيراليزيشن، تبدا بقى ساعتها تدور على الكلاسز اللي موجوده في الكود كلها، تشوف مين اعلى كلاس فيهم ممكن يخلينا اضر الايه اليوزر ده. فاهم قصدي؟ فعشان كده بقول لك معظم الوقت بتتجفى الحاجات الاوبن سورس اللي تقدر تاكسس ابلكيشنز بتاعتها. طب هتقولي طب ما في ناس بتجيبها في ابلكيشنز عاديه، هقول لك دي بيكونوا لقوا طرق ان هم ياكسسوا الداتا دي، لان احيانا بيكون الويب سايتس دي عامله زي باك اب فايلز وبتنسى تمسحها من الروت دايركتوري، ممكن تاكسسها. احيانا بتكون حاطه سنابت اجزاء من الكود بتاعها على جيت هاب مثلا، حاجات اولد فيرجنز مش ممسوحه، حاجات شبه كده بيقدروا الناس دي تاكسسها. طبعا بالنسبه بقى للسيرياليزيشن بتاع الدوت نت، في طبعا زي ما قلنا في جيسون وفي اكس ام ال وفي اللي هي شكل بقى الانريدابل باينريز بقى وكده. احنا هنحاول نبص سريعا على شكل الاكس ام ال، اسف على شكل الاكس ام ال. طبعا الاكس ام ال زي ما اتكلمنا عليها في الاكس اكس اي، ان ده اول حاجه بيكون الميتا داتا. مش مهم بالنسبه لنا يكون في حاجات زي الفيرجن، ممكن الانكودنج، ممكن ما نحطوش اصلا انكودنج، ده الفيرجن بس هيكفي. تحت بقى هو الجزء المهم بالنسبه لنا. عندك اول حاجه الداتا ده تاج، الروت تاج حطه هنا وراح قافل التاج هنا، حط جواه تو تاجز تانيين اللي هو تشيلدرن تاجز، زي ما اتكلمنا في الاكس اكس اي قبل كده، ان في عندك هنا بيكون في الروت وهنا عندك جوه تشيلدرنز. تمام. طب ده بيبريزنت ايه او بيعوض ايه في البي اتش بي؟ زي مثلا اتكلمنا عن حته البي اتش بي هنا، الروت ده هنا هو هو مش عارف ليش عايز ارجع ليه، هو الاسم الكلاس. تمام. الداتا ده اسم الكلاس، ماشي، وده اللي جوه دول هو دي، هي دي الداتا اللي المفروض انت بتعمل لها انتر. في الحاله بتاعتنا في البي اتش بي كانت، واحنا شلناها تمام، كانت اليوزر نيم والرول، هو هنا مسميها يوزر نيم وفول نيم. العيب او المشكله اللي في الدوت نت سيرياليزيشن ان هو بيخليك تكنترول اليوزر ده. طبعا كده كده في البي اتش بي باي سنتكس انت بتكنترول الحته دي، يعني انت لازم كده كده لازم تبعتها لي. انما المفروض في السيرياليزيشن بتاع الدوت نت مش شرط يخليك تبعتها، هو ممكن يخليها حاجه فيكسد عنده وياخد منك الداتا دي بس. فاهم الفكره؟ فده طبعا مور سكيور عن ان انت تخليه يتحكم هو في اسم الكلاس. فطبعا هو لو خلالك اسم الكلاس فيكسد انت مش هتقدر تعمل حاجه، لان انت مش هتقدر تخرج من الكلاس اللي انت فيه. فالباج زي ما قلنا هنا ان هو بيخليك تتحكم في الكلاس ده او في التايب اللي المفروض تكتبه. تمام. دي المشكله في الدوت نت سيرياليزيشن عامه، وده شكلها في الاكس ام ال. برضو هتلاقي ان الجيسون حاجه ريدابل وسهله في القرايه. طبعا اخر حاجه اللي هي الباينري مش ريدابل خالص. وحته الجافا سيرياليزيشن تمام، ده عامه ده شكل الكود. بيعمل، بص لو خدت بالك ده دوت نت طبعا، عشان لو حاسس الموضوع رخم بس حاطه كمرجع لو حبيت مثلا قدام لو اتعلمت شويه دوت نت او كده وحبيت تبص على الكود تعرف شكل الاستراليزيشن بيعمل ازاي في الدوت نت. ده طبعا الاكس ام ال، اللي هو النوع بتاع الاكس ام ال. هو هنا عمل لود للاكس ام ال اللي انا دخلته له، بيحاول يجيب التايب. هي دي بقى العيب او المشكله كلها في الجزئيه دي، ان هو بيجيب التايب من الاكس ام ال. التايب ده زي ما قلنا اللي هو بيستعامل معاه على انه
الكلاس في الجزئيه دي. هو حتى هنا هو بيكول الكلاس بالطريقه دي، اسم البروجكت وبعد كده الكلاس دوت الكلاس بتاعها، وبيبدا بقى هنا يتعامل معاه على انه يعملوا دي سيرياليزيشن. هو حتى هنا بيعمل له الداتا بتاعته. طبعا هو بيلود طبعا الاكس ام ال كله، بيبدا يتعامل معاه على انه اكس ام ال عادي لحد ما يوصل للجزئيه دي. طبعا زي ما قلنا ان العيب كله بيجي في الحته بتاعه التايب هنا وبيخليك تتحكم فيها. طبعا هو لو شال الجزئيه بتاعه التايب دي وخلى ان هي الاسم مع دوت داتا على طول من غير ما يخليك انت تنتر الجزء اللي انت عايزه، ساعتها هيأفويد مشكله السيرياليزيشن في الحته دي، انك تقدر تاكسس اذر كلاسز. تمام، دي فكره الكود يعني، حبيت اشيره معاكم بحيث لو خدته كمرجع قدام ان شاء الله. تمام، دي شويه لابس عنها عن حته يعني السيرياليزيشن وكده، ممكن تبدا تجرب عليهم لو حابين. في جزء بس مهم، الباينري بتاع الدوت نت سيرياليزيشن والجافا سيرياليزيشن احيانا انت مش هتحتاج تعملها بايدك، انت مجرد في تولز تشتغل عليها زي الوايسو سيريال. وايسو سيريال دي مشهوره جدا للجافا سيرياليزيشن، يعني الجافا انسكيور سيرياليزيشن، بتخليك مثلا توصل لار سي ايز وهكذا. نفس الفكره في تول زيها جدا، هي معمول نسخه منها للدوت نت سيرياليزيشن بحيث لو انت الموضوع صعب معاك. تمام، عامه هو دي التاسكس اللي المفروض تحل لابس وتحاول تقرا رايت ابس عن الموضوع ده صراحه، لان هيبقى مفيد جدا بالنسبه لك. نحاول نلوجن عادي كيوزر، الباسورد غلط. ماشي، عملنا لوجن كيوزر عادي جدا. في الكيس بتاعتنا هنا الابلكيشن بيتعامل مع الداتا بتاعتك. لا مش كده، لا مش دي. تمام، محتاجين نبعتها على الريبيتر، حتى على الانترودر. تمام، هو طبعا لو خدت بالك ان السيشن اي دي عندك فيها يعني شيء معمول له يو ار اسف بيس 64، فاحنا هنحاول نعمل لها ديكودينج ولقينا ان هي فيها شكل سيرياليزيشن. نبدا نبص عليها بصه سريعه جدا مما فهمي ليها للسيرياليزيشن، ان في اوبجكت اسمه يوزر بياخد 3 فاريبلز. اول واحد اسمه يو والداتا بتاعته بتبقى جيست، ده تقريبا اليوزر نيم، والار جيست ممكن اتوقع ان دي الرول اللي هو الصلاحيه بتاعتك انك تبقى جيست، وده النيم اللي هو تقريبا الفول نيم او الاسم الكامل يعني جيست. تمام، احنا ممكن نلعب في ايه لو هنتكلم على بيزك اتاك ليها خالص. هنقول والله ان الرول هنا بيقول لي ان انا جست، فانا ممكن اخليها ادمن واشوف هيحصل ايه. بما ان الادمن 5 حروف فانا مش محتاج اغير اللينث هنا، وهضيفها هنا واعمل لها بيز 64 انكودنج واجرب ابعت الريكوست. طبعا احنا هنا بيقول لي ويلكم جست يوزر، فاحنا هنحاول نبعت بالرول ادمن، هلاقيه ان هو خلاني ويلكم، بيقول لي هنا ويلكم ادمن، فمعنى كده ان انا قدرت اكسس الحاجه دي باسم الادمن. تمام، او الداتا باسم الادمن. تمام كده. تمام، دي حاجه. طبعا ده البيزك اتاك اللي انا اقدر اشوفه. طب افرض انا عايز اوصل لحاجه ابعد من كده، فهي في الجزئيه دي بقى هبدا ادور على يعني كود سنابت اوف كودز، حاجات اجزاء موجوده عنده. فانا هبدا مثلا اشوف اللي هو الباك اب فايلز. طبعا انا بتوقع ان انا لقيت حاجه شبه دي، ان انا لقيت باك اب فايل زي ده كده، هبدا احطه عندي مثلا على السيرفر كده. طبعا الجزء الاولاني ده اللي احنا كنا لسه شغالين عليه فاحنا مش محتاجينه لانه مفيش حاجه مفيده لينا. نبدا نشوف الكلاسز التانية. بالنسبه لي الكلاس ده مهم لان هو في فانكشن سيستم بتكسكيوت. طبعا الويك اب فانكشن دي بتعمل لها كول لما بيتعمل ديسيرياليزيشن لحاجه، بتعمل لها كول، فالفانكشن دي هيتعمل لها اكسكيوت لو انا عملت ديسيرياليزيشن للكلاس ده. طب انا دلوقتي عايز افهم الكلاس ده بيعمل ايه. الكلاس ده عنده فاريبل اسمه command to get date. في عندك construct اللي هو بتحط الداتا، او يعني انت وانت بتعمل الاوبجكت بتديله الحاجه اللي انت هتسيفها هنا، فهو بيقوم جاي يعني بتديها له انت في فاريبل معين، هو بيقوم جاي عامل لها set جوه الابلكيشن جوه الفاريبل ده، ولما بيتعمل ديسيرياليزيشن للحاجه دي بيكول الفانكشن اللي اسمها system وبيديها الفاليو دي. تمام، ده بشكل بسيط جدا. طب احنا بقى عايزين نعمل اوبجكت منها، هنسميه مثلا execute ونقول له new get date. ماشي، بديله هنا حاجه زي ما قلنا بنديله طبعا عشان ده كونستراكت لازم نديله الداتا جوه الفانكشن هنا. فاحنا مثلا عشان احنا على ويندوز هنحاول نكسكيوت حاجه بسيطه جدا اللي هي الكالكوليتر. لو انت جيت مثلا فتحت الران بتاعك وكتبت كالكوليتر كده، المفروض هيران ويفتح لك الكالكوليتر انك بتكسكيوت على نظام على السيستم عندك. احنا طبعا هنحاول نخليه هو يكسكيوت لينا الموضوع ده.
تمام. طبعا احنا هو لو مش بيضيفه ككونستراكت كده، فاحنا هنضيفه بالشكل ده طبعا عشان بس واخدين بالكم. هيبقى اكس كده ونعمل له كده، طبعا هنشيل العلامه دي ونقول له calc دوت اكس اي. تمام، هيبقى ده الشكل بتاعها لو احنا مش بنضيفه هنا، بس انا حاولت اوريكم الشكلين يعني. ان هو بيقبلها في الكونستراكت. طب افرض الكونستراكت ده مش موجود وهو بيسيت الداتا هنا على طول، ساعتها هتدخلها بنفس الفاليو بنفس الطريقه اللي احنا عملناها قبل كده. تمام، بس في الكيس بتاعتنا احنا هندخلها مع الفانكشن نفسها. تمام. في عندنا بقى الفانكشن بتاعه السيرياليزيشن بتاعه البي اتش بي، بتديها الاوبجكت اللي انت عايزه كده، وبتقول بتسيف الداتا بتاعتك وبتريلود الصفحه. تعالى نفتح السيرفر بتاعنا. عمل لي هو هنا زي ما قلنا، عمل لي الداتا اللي انا عايزها او الشكل اللي انا محتاجه، مش شرط انا اكتبه بايديا، الموضوع بسيط جدا. اوبجكت اللينث بتاعه 7، جيت ديت دي 7، هديله حاجه واحده بس وهي اسم الفاريبل ده مع الفاليو اللي انا عايزها. تمام. هو هيعمل ايه المفروض؟ الكلاس هياخد مني الداتا دي ويحطها جوه الفاريبل، وبعد كده يكسكيوت لما يجي تعمل لها ديسرياليزيشن. تمام. فانا هاخدها هنا وهروح على الموقع هنا. طبعا هنشيل دي ونطبعها هنا ونشوف هيقول لنا ايه. تمام، احنا محتاجين نعمل لها بس هي انكودنج بيز 64. على فكره انا بعملها كده كنترول بي اللي هي بي خفيفه، بيعمل انكود 64 بيز 64. لو عايز اعمل له ديكود بيز 64 بعمل كنترول شيفت بي. تمام، عشان لو حابين يعني تجربوها. تمام. بس بنبعت الريكوست. طبعا هو شغال لي البتاع فعلا لان انا كنت مشغلها على الموقع. طب افرض انا عايز اجربها من على الويب سايت نفسه، انا طبعا ببعت له هنا. هو طبعا الكود ده بيتنفذ على السيرفر بتاعي انا، فعشان كده بيتكسكيوت عندي انا. يعني مثلا لو رحت عملتها من على فيرتشوال ماشين تانية لينكس مثلا، ورحت حاطط نفس البيلود، الكالكوليتر هتفتح فين؟ في الويب في الويندوز ماشين بتاعتي انا. فاهمين الفكره؟ اتمنى يكون الموضوع واصل يعني. طبعا هو ظهر لي هنا ايرورز لان انا مش خافيها عشان اوريها لكم. ان هو بيحاول، هو مستني طبعا ايه، مستني يو وار ودي ان. فاهمين الفكره؟ هو بيحاول ياكسس الكلاس ده، ياكسس منه الداتا دي، وهي مش موجوده زي ما اتفقنا. الداتا دي موجوده جوه الكلاس اللي اسمه يوزر بس. فهو ده شكل عامه الاكسكيوت. تعالوا مثلا نبدا نجربه في مكان تاني. مثلا لو حابين نحطها من على من على البراوزر، يعني سيبك من دي، عايزين نجربها من على البراوزر. نقول له والله اهو تعالى كده يا عم، ناخد الفاليو كلها السيشن باسم اسمها ايه، الكوكيز مع الفاليو اللي احنا عايزينها. ماشي، ممكن نقول له document dot cookie وبديله الفاليو اللي انا عايزها وانتر. تمام. هو المفروض انا عملت سيت للكوكيز كده، عملت لها ابديت. لو عملت ريلود دلوقتي المفروض تعمل لها اكسكيوت فعلا، ده عمل اكسكيوت فتح الكالكوليتر. طبعا احنا ممكن نعمل هنا ريفرس شيل، نخليه يبعت لنا الكومنتس اللي بتجيله، نيديت نديليت ايا يكن الكومنتس اللي عايزين نعملها هنقدر نعملها.